جد سعيد اللي اليوم كونكريزيتيزيت الاماني تاعي وانا فرحان اللي اليوم موجود في شبيبة القبائل. ولا كان لازم عليا نمشي بعد ما يعني عطاوني واش لازم عطاوني البروجي تاع الفريق، قنعوني والحق ما كنتش جاي مع الاول، يعني جيت غير نسمع حتى لقيت روحي قنعوني بجد. يعني الحق ان بروجي سبورتيف انتريسون، سمعت استخرت يعني عند رب العالمين، درت استخاره والحمد لله ربي جيت الكلوب لو بلو تيتري في الجزائر، والكلوب اللي عنده السمعه، وكلوب اللي كلوب كبير جي اس كا مالغري لي ديرنيير زاني هادو، لكن تبقى اسمه ثقيل في افريقيا. ما عرفتش نقول لك شنو هي الاهداف المحليه، ما عرفتش نقول لك شنو هي الاهداف تاع الفريق، لانه الفريق متعود على اللعب الالقاب، لكن يعني وشنو هما الامور اللي حددتوها؟ يعني بالتدرج، دايرين 3 سنين بالتدرج. العام الاول يعني اهداف عقلانيه، سي دي زوبجيكتيف رياليزابل، تقدر دير اهداف وانت على بالك باللي ماكش راح ديرهم تولي تكذب. الور اهداف واقعيه. العام الاول ان شاء الله نحاولوا باش نديروا فريق تنافسي ونكونوا في البوديوم، واللي بعده غير ربي اللي يعلم. هذه هي يعني اول الخطوه الاولى من الاداره تاعي ومن المسؤولين اللي معايا واللي قراب عليا كلهم، يعني اونانيم باش الاهداف لازم تحضر لها لي زانغريديون اللي هما اللاعبين، لي زاكتور اللي هما اللاعبين. ان شاء الله احنا في صدد باش نحضروا فريق تنافسي ان شاء الله اللي يليق بالسمعه تاع لا ريجيون ديالنا. كوتش، كان عندك عديد العروض، حتى لما كنت في سيربا كانت الاتصالات تتهاطل عليك سواء من الجزائر ولا خارج الجزائر. وشو الشيء الموجود في شبكه القبائل وماهوش موجود في العروض الاخرى؟ والسؤال الثاني بخصوص هل في لاعبين في مفكره عبد الحق الكوتش عبد الحق بن شيخه لدعم شبيبه القبائل؟ نعرفوا شبيبه القبائل عانت كثير في السنوات الماضيه، وصحيح هو فريق تاع القاب، لكن في السنوات الاخيره كان بعيد كثير عن الالقاب. الشيء اللي خلاني قلت لكم، يعني اللي خلاني نقبل العرض وهو الا البروجي تاع الفريق مع الرئيس. يعني الحق ضغطوا عليا لكن بصفه سلسه يعني جونتيمون عطاوني البروجي ديالهم، عجبني. شوف، سي ان كلوب ا ريكونستروير. دوكا تمشي اون ايكيب، وانا نحب التحدي. تمشي اون ايكيب اللي كل عام تدي بطوله، ولا اون ايكيب ما تدي البطوله كل اللي ما درت والو، يقول لك البطوله احنا رانا نديوها كل عام، ومن حقهم. تمشي فريق ان كرون كلوب اللي نقص المستوى ديالو في هذه ال5 سنين الاخرى ولا 6 سنين الاخيره، نحاولوا باش نعاودوا نبنيو فريق كبير اللي اسمه جي اس كا، واسمه ثقيل في افريقيا بزاف. خصوص اللاعبين كاين رانا باتصالات كثير. اللاعبين حبوا يجيو عندنا لشبيبة القبائل. راكم تعرفوا الوقت هذا فيه القيل والقال، فيه لي سورونشير، فيه بزاف، لكن المشروع تاعنا يخلي اللاعبين باش يجيو عندنا ان شاء الله. كوتش، التجارب الكثيره تاعك في الانديه، الموسم تاعك الاول حقيقه الاتفاق مع شبكه القبائل مش على اللقب في الموسم الاول، لكن انت تجربتك دائما تكون فيها لقب في المواسم الاولى. ربي كريم، ادعي لي. هل تكرر هذا الانجاز؟ وعلاش لا. الانصار متفائلين بقدومك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مباشره بعد الاعلان عن اسم بن شيخه. هما راهم واحد من يعني الشروط، العوامل اللي خلاتني باش نجي لجي اس كا، لاني كنت نسمع قبل ما يتصلوا بيا جي اس كا ان الجمهور تاع جي اس كا باغي عبد الحق بن شيخه، وهذا الشيء يخليك ترتاح. جو سي كو لي ريزولتا هما صحابي، ما عندي صحابي في ايكيب، عندي ريزولتا هو صاحبي. لكن هذا الشيء اللي كانوا فرحانين بيا وكانوا يستناو فيا، وسمعت يعني حتى اولادي قالوا لي جي اس كا باغيينك وكذا.
سيتي حاجه اللي زادت في كوش نقدر نعرفوا مده العقد وكيف تم التعاقد مع الشريك؟ دايرين 2 دايرين عامين، ومن بعد ان شاء الله غير ان شاء الله نكملوهم. هاكم تعرفوا كره القدم ما فيها ويعطيك الصحه. دايرين ان شاء الله. اداره جياسكا حددت لكم اهداف يعني دي زوبجيكتيف. واش كنت نهضر قبيل ما سمعتنيش مالك؟ كنت سمعت هذيك قلت لكم لي زوبجيكتيف، قعدتكم 3 سنين. العام الاول عطيتكم واش لازم يكون فيه، والعام الثاني يكون، وحتى نلحقوا ان شاء الله لا كوب دي موند دي كلوب ان شاء الله. هل رغبه الانصار اللي خلاتك ترجع، رغبه الانصار هي اللي خلاتك ترجع مره اخرى للجزائر؟ رغبه انصار شباب القبائل شفنا في كل المواقع. لا كل الانصار، ما سمعت شباب بالكور كلهم كانوا لي اسماء اللي نحييهم يعني اوسي كانوا اتصلوا بيا، لكن خيرت لو بلو ديفيسيل، لكن لو بروجي اللي مقتنع به انا. السلام عليكم.